بنبدأ مع قسم 4 وهم محبوسين في الدور الثامن بعد قتلهم الشيطان القاتل اتقتل في الحلقة اللي فاتت، واللي أكاي بيدخل الغرفة علشان يستكشف المكان، يلاقي الدور كله متصل ببعضه، كلهم بيتجمعوا في غرفة واحدة بعد ما فشلوا تماما يخرجوا من المكان. أكاي بيقول لهم احنا اتحبسنا في الدور الثامن بسبب قوة شيطان معين، مصاعد معطلة والسلالم كلها بتودي للدور الثامن، حتى السقف هو كمان بيودي للدور الثامن. بعدين دينجي بيقول لهم بسبب قتل بارو الشيطان ده بيقعد يتخانق معاه. أكاي بيقول لهم ان قدرة اي شيطان بتنتهي بعد ما بيموت، مستحيل ان قدرته تفضل موجوده. المهم هامينو بتكلم أكاي بتقول له هل في استجابه من قطعه لحم الشيطان المسدس؟ بيقول لها لا. ترد عليه ده اكيد الشيطان اللي مات هو اللي عامل الحوار اللي احنا فيه ده فخ عامله الشيطان علشان يحبسنا هنا، ده شيطان ماكر جدا. المهم كوبيني شان بتكون منهاره جدا وفي حاله رعب وخايفه انها تموت هنا، بس قريب بيحاول يهديها وبيقول لها تمسكي اكتر من كده، مش انت بتعملي كل ده علشان اخوك يكمل جامعته؟ بس بنلاقيها انهارت وقعدت تبكي وبتقول ان اهلها هم اللي غصبوا عليها تشتغل علشان اخوها كان متفوق ودخلوه الجامعه، وانه كان محتاج مصاريف كتير، وانها كان نفسها هي كمان تدخل الجامعه وبتفضل تبكي. المستفزه بتفضل تضحك عليها، فقريب يقول لها بطلي تضحكي عليها يا مجنونه، لحد ما هامينو بتقول لها ما تخافيش يا حبيبتي، الخوف هو اكل الشياطين المفضل. بس بتسال أكاي لما بتلاقيه سرحان في حاجه، فبيرد عليها ان ساعه الغرفه واقفه على الساعه 8 وان الزمن واقف بقدره شيطان مش عارفين اصله، وشكل ما حدش هيجي ابدا يساعد. بعدين عم دينجي المستفز بيقول لهم حلو قوي، ده معناه اننا نقدر ننام هنا كتير قوي ومحدش هيزعجنا. بس قريب بيقول له يا مغفل انت بتقول ايه؟ ده معناه ان احنا هنتحبس هنا على طول. بعدين بيسيبهم وبيدخل في نوم عميق وبينام في وسط ذهول من أكاي على برود اعصاب دينجي واستغراب باقي الطاقم من اللي عمله. المهم بتيجي تصحيها مينو فبيقول لها خلاص احنا هنخرج من هنا، بتقوله لا مش عارفين نخرج للاسف لحد دلوقتي، هنقدر عادي نستخدم الميه والكهرباء، لقينا شويه اكل الناس سايباه بعد ما هربوا من الفندق. وبتكمل كلامها وبتقوله ان أكاي عمال يدور على الشيطان ومش عايز ياخد استراحه، وقري كان بيساعده لحد ما حس باليأس ودخل في غرفه وقفل على نفسه فيها. كوبين اتجننت وحاولت تشرب من ميه التواليت بس انا افقدتها وعيها. المهم بيسالها عن بابا فبنلاقيها قعدت فجاه كده وقعدت تتكلم عن نفسها وعن افكارها الشريره زي الهبله. بعدين بيجي أكاي وبيقول لهم الشيطان اللي قتلناه حجمه ازداد جدا وبقى مزعج. المهم فجاه الشيطان ده بيكسر الباب وبيخرج منه وبيقعد يكلمهم وبيقول لهم هعمل معاكم عقد انكم تسلموني دينجي حي او ميت، انا هخرجكم من هنا يا شويه بشر اغبياء. بعدين الباب بيتفتح وكوبيني ماسكه سكينه وبتكلم مع دينجي بتقول له سلم نفسك يا دينجي، وبتطلع تجري عليه علشان تموته، بس أكاي بيصدها وقع السكينه منها وهامينو بتضربها وبتفقدها الوعي. بعد الشيطان المجنون ده يضحك عليهم وصوت مزعج، وبيحاول أكاي يستدعي الشيطان الثعلب اللي متعاقد معاه بس مش بيقدر علشان المكان معزول عن العالم الخارجي. بس هامينو بتقول انها هتحاول تخلص عليه الشيطان العفريت، وهي بتهاجمه الشيطان المجنون ده حجمه بيتضاعف، بيقول لهم مهما تعملوا مش هموت علشان ده مش جسدي الحقيقي وقلبي مش موجود هنا، جوه معدتي في الطابق الثامن ومش هتخرجوا من هنا غير لما تتعاقدوا معايا. بس دينجي بيكلمه على انك هتوفي بعهدك يعني، بس هامينو بتصدمه وبتقول له ان اي شيطان بيتعاقد مع حد لازم الطرفين يوفوا بالعهد، وإلا حياة ناقض العهد فيهم هتنتهي، وكلمة عقد ليها وزن ثقيل عند أي شيطان. بيطلع قريب وبيقول لها لازم نقتله يا هامينو، بس أكاي بيقول لهم طالما الشيطان ده طلب دينجي يبقى ليه أهمية كبيرة عنده وإنه مستفاد من قتله، فإحنا لو عملنا كده يبقى حققنا مراده، أنا مش هقبل بالعقد ده. توافقوا هامينو على كلامه، يقعدوا يراقبوا الشيطان وبيتكلموا مع بعض عشان يخرجوا من المكان. بس أكاي بيقول لها هستخدم سيفي لو ساءت الأمور، بس بترد عليه هامينو بتقول له لا طبعا مرفوض. تكلم دينجي تقول له ابقى موت انت يا عم دينجي. بعدين قريب يتخض من اختفاء الاكل واللي الست بارو طلعت اكلته، يقعد يخانق فيها وتقول له لا ده دينجي هو اللي اكل. كوبيني بتجري عليهم زي المجنونه وعايزه تموتهم هما الاثنين، يقعدوا يصرخوا وبيسمعهم دينجي وأكاي وهامينو وبيطلعوا يجروا عليهم. الشيطان بيلحقهم وبيتضخم بشكل مريع، بيقول لهم انا بتضخم بالخوف وبحبس الخائفين، عايزكم تحسوا بالخوف اكتر. بعدين بيذكر اسمه بيكون شيطان الابديه. فجأة الممر بيميل وبيكون الشيطان في منتصفه وبيكلمهم وبيقول لهم سلموا لي قلب دينجي. كوبيني بتكون مذعوره وبتقول لهم سلموا دينجي علشان ما نموتش، وقريب يأيدها هو كمان. بس أكاي بيقول لهم هستخدم سيفي وهقتله، بس هامينو بتمنع، لكن دينجي بيقول لها ليه بتمنعيه؟ تقول له هو ممكن نخرج من هنا لو استخدم سيفه بس عمره هيقل كتير جدا. تقول له أكاي قدامك حاجات كتيره قوي لازم تعملها، وبيجي قريب وبيكون عايز يرمي دينجي للشيطان، تيجي فجأة كوبيني وعايز تطعنه، بس أكاي بيفادي دينجي تيجي الطعنه فيه هو، وكلهم بيكونوا مصدومين من اللي حصل لأكاي.
فبيقول لهم انا عارف انه حثالة ومقزز وكلكم عايزين تموتوه، مش هقدر اقتل الشيطان المسدس من غيره، مش هسمح لكم بقتل دينجي. دينجي بيستغرب من ردة فعل اكاي تجاهه وبيسأل بورو بكل ذهول وبيقول لها انت شيطانة الدم ولازم تنقذيه بسرعة، فبتروح لاكاي وبتحاول تنقذه. دينجي بيقول لهم طالما موتي هيريحكم هعمل كده، وبعدين بيستعد علشان ينط في فم الشيطان الابدي وبيقول لهم انا هشغل منشاري وهقاوم الشيطان ده. بينط جوه الشيطان وبتنتهي لحد هنا الحلقة.